السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. قبل قليل يا أخوان كنت هيك معدي أمام كنيسة اللاتين. كنيسة اللاتين يا أخوان هي أكبر كنيسة في حلب. الحلبيين بيعرفوا كنيسة اللاتين. فلاحظت وجود سيارة أمنية دورية هيك، عناصر ومسلحين. ليش؟ حتى يحموا هاي الكنيسة. يعني والله يا أخوان، والله العظيم أنا محروق قلبي من هدول الأوباش اللي عبطعنوا وسمعة الدولة وسمعة الحكومة وسمعة سوريا. هذا شيء بأثر على سوريا. مثل هذا الداعي قلبي محروق منه، هذا اللي اسمه غسان عبود. يعني أنا هذا غسان عبود قلبي محروق منه أكثر من النصيرية والدروز، لأن نحن عكلنا على خط واحد. وعلى أساس أنت ثوري لك بعد قيمك ومبادئك بكل سهولة. لأن يا أخي ما أعطوك منصب، يا أخي خلينا نقول إنه صار خلاف بينك وبين الحكومة، لك بعد كل القضية صرت تمسح جوخت وتملق وتقول إنه المسيحيين في خطر وجودي في سوريا. لك يا أخوان والله العظيم الدولة وصلت مع المواصيل إنه تحط حراسة على كل شجرة عيد ميلاد، حتى يحرسوا دوريات من بشر، يحرسوا أشجار عيد ميلاد، حتى ما يسمعوا كلام، حتى ما يطلع علينا مثل هذا اللي اسمه غسان عبود ويقول المسيحيين في خطر وجودي. لك وهي الدورية وهي الدوريات اللي عم تحمي المسيحيين منين عم تحميهم يا حذركم؟ لك من باقي الأقليات، لأن الأقليات بيستخدموا بعضهم مطايا حتى يضربوا سمعة الدولة. مثل ما شفنا القبض على خلية إرهابية شيعة وواحد علوي. فعيب والله العظيم عيب. يا أخي الدولة إلى أخطاء، لك بدك انتقد صح، بدك تنتقد فعلا، نجيب الأخطاء وناقشها مع الدولة وننتقد بصوت عالي. ما حدا بقول لك لا، أما تجي وتفتقت وتدلس وتصور للناس إنه المسيحيين في خطر وجودي لهالدرجة يا ظالم. والله بالصدفة عم بمشي هاي مشفى الكلم، مشفى مسيحي. لك ما والله يا اخوان نحن من اطيب ما يكون. والله عنا مئات السنين لو كان عنا عنصرية والله طائفية ما بتشوف مسيحي واحد عنا. على سيرة القاء القبض على الخلية اللي كانت بدها تختال هذا الحاخام اليهودي، وهذا الشارع شارع فيه مسيحيين. تصوروا يا اخوان لو تنجح العملية هي، لا سمح الله لو نجحت وقتلوا هذا الحاخام اليهودي وراح معهم شي 10 ولا 20 مسيحي، شوف ايش كان سمعنا. يا لطيف ما بحسن نستحمل انقذونا الفحم ما بينغسل. لكن لما القينا القبض على هؤلاء ما سمعنا صوت واحد منهم انه الله يعطيكم العافية، الله يجزيكم الخير، حميتونا، الله يعطيكم العافية. البعض منكم ضحى بدمائه مثل الحادثة اللي صارت في حلب. هذا العنصر الأمني اللي فدى الكنيسة بدمائه ما بنسمع أصواتهم إذا انتكشت شجرة عيد ميلاد، إذا انجرح واحد، إذا طب صليب بفعل العواصف نسمعهم أصواتهم. لك اتقوا الله بهي البلد، اتقوا الله. لك والله الدولة اللي فيها مكفية. لك والله عندها أخطاء، ننتقد أخطاء لكن ما بندلس عليها وما بنحاول يكون عندنا غاية تكسيرها وتهديم البلد. وهذا الشيء كله بده يأذينا ويأذي الشعب السوري، لأن المستثمر الخارجي راح يسد هؤلاء الأوباش، لأني عندنا كتير أوباش يا رجل. سوريا شقد فيها أوباش، شقد فيها ناس مضرة. هذا كل شيء في هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.